فكل من يقول إن الزلازل لم تقع بسبب الذنوب أو أن الكسوف والخسوف لا يقع بسبب الذنوب فإنه كاذب فاجر مكذب لله ورسوله ومعترض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يقول في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولو أن الناس وعوا هذه الحقيقة لكان لهم منها خير كثير. سبحان الله، كان الناس يفزعون ويخافون ويهرعون، وتجد الصبيان يبكون في البيوت إذا خسفت الشمس أو خسف القمر. واليوم مع هذه الغفلة المطبقة، مع وجود الكسوف والخسوف، ومع بعد كثير من الناس عن الاتعاظ، يأتي هذا الكاتب لكي يكتب هذه الكلمات التي يسود بها صحيفة عمله والعياذ بالله، كأنه راض عن واقع الناس، وكأنه يقول بلسان حاله: هذه البقية من الخوف من الله بهذه الآيات لا داعي لها. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعوذ بالله من طمس البصائر ومن موت القلوب.